يا مساء الزبده، اصدقائنا واصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. اوعى تسيب حقك. لو اشتريت منتج من حقك ترجعه في خلال 14 يوم لو المنتج ده على حالته، او بمعنى اصح لو انت ما فتحتش المنتج ده. بس بقى لو حضرتك فتحته وظهر عيب في المنتج من حقك ترجعه في خلال 30 يوم. وده اللي قالته الماده 17 والماده 21 من القانون رقم 181 لسنه 2018 الخاص بقانون حمايه المستهلك. طب ايه بقى العقوبه لو الشركه ما رضتش تغير لي المنتج ده؟ العقوبه يا سيدي بتكون ان هي لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 500000 جنيه او مثل قيمه المنتج ايهما اكبر. طب اخد حقي ازاي بقى؟ تعالى وركز معايا. بص يا سيدي، الموضوع ده حصل معايا شخصيا. يوم 21/9 اشتريت منتج. المنتج ده كان جاي من شركه اللي الباكج بتاعها لونه برتقالي. حصل ايه بقى؟ بفتح المنتج لقيت العلبه بتاعته مقطوعه. رحت متصل بالشركه وبلغت ان المنتج وصل لي مش في حاله الفرز الاول او مش بحاله المصنع. طبعا الشركه عملت لي شكوى بالكلام ده. بفتح المنتج، حاولت اشحن المنتج اتشحن وفضى شحن في خلال 20 دقيقه. فرحت مكلم الشركه تاني وقالوا لي ان لازم اجيب تقرير بالحاله الفنيه. طبعا ده واخويا. رحت عامل ايه؟ رحت مكلم جهاز حمايه المستهلك رقم 19588، وحضرتك بتنزل الابلكيشن الخاص بجهاز حمايه المستهلك، تدخل البيانات والرقم القومي، وبعد كده حضرتك بتحرر الشكوى وبيتم التواصل معاك في خلال 48 ساعه. بعد 48 ساعه فعلا جهاز حمايه المستهلك تواصل معايا وتواصل مع التاجر لحل المشكله. وباعتبار ان انا محامي وحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب حقوق الناس، فكنت لازم ان انا اعرف اجيب حقي كويس. رحت عامل عريضه الكترونيه على المكتب الفني للنائب العام بتحرير شكوى ضد الشركه وضد التاجر، طبعا لاتهامهم بالغش التجاري ومخالفه قانون حمايه المستهلك. والنهارده بعد محاولات من ان انا نجيب حقي، الشركه تواصلت معايا وردت لي المبلغ كامل بالاضافه لمصاريف الشحن. عزيزي المستمع، عايز اقول لحضرتك حاجه واحده بس: ما ضاع حقا وراءه مطالبه. السلام عليكم.